كيف الحال أصدقائي؟ صافا عليكم؟ احنا تلاقينا عاوتاني في قصة جديدة، واللي غتكون هاد المرة قصة اللي من نوع الرعب النفسي. فقبل ما تبداو في القصة خليو جيم وتعليق وديروا ابوني الا كنتو مازال ما دايرينهاش. بارطاجيو القصة مع صحابكم ولا عائلتكم ولا اللي بغيتو. بالنسبة للانستغرام ديالي اللي بغاه راه غيلقى الرابط ديالو في صندوق الوصف وفي اول تعليق. يلا هذا مكان نبداو في القصة. القصة اللي غنحكي لكم هي ماشي حلم وماشي مشهد من شي فيلم د الرعب، وإنما هاد القصة اللي غنحكي لكم راه هي قصة اللي وقعات ليا ديال بصح، وعشتها وعشت فيها ديال بصح. أنا في الأول ما كنتش باغي نحكي القصة ديالي، ولكن حيت عييت وبغيت لمن نعاود وعلى من نشكي، داكشي علاش قررت أنني نعاود لكم نتوما قصتي المرعبة. واللي سمعها غيقول هادي راها ماشي قصة اللي عادية، وإنما هذا راه فيلم د الرعب. وباش تفهموا كتر وتعرفوا القصة ديالي غادي نبدا لكم الحكاية من البداية ديالها. بالضبط في واحد الليلة ملي كنت في داري بوحدي وطافي الضواو، وفي ديك اللحظة كنتفرج في واحد الفيلم ديال الرعب. كان ديك الساعات الليل والسكات، كان الصوت ديال الفيلم اللي كنتفرج فيه طاغي على المكان، والصوت ديال البرد كان كيتسمع على برا. وفجأة التليفون ديالي بدا كيصوني حدايا. ملي بدا تليفوني كيصوني درت بوز للفيلم اللي كنت كنتفرج فيه، وموراها شفت الجهد تليفوني وهزيته. من بعد ما هزيت تليفوني باش نشوف شكون اللي كيصوني لقيتها نمرة انكونو، يعني نمرة مجهولة، يعني ما يمكنليش نعرف شكون هذا اللي كيصوني عليا. المهم من بعد ما هزيت التليفون وشفت في الشاشة ديال التليفون ولقيت باللي نمرة انكونو اللي كتصوني عليا، بديت كنفكر في شكون هذا اللي غيكون كيصوني عليا. وموراها قررت على انني نجاوب على التليفون، وداك الشيء اللي كان جاوبت. وموراها نطقت وقلت الو. وملي قلت الو ما رد عليا حتى شي واحد. داكشي لاش عاودت نطقت وقلت الو، ولكن والو، ما كان كيرد عليا حتى شي واحد. ولكن واخا كان سكات في ديك المكالمة راني كنت كنسمع في تليفوني الصوت ديال شي واحد كيتنفس. كانوا الانفاس ديالو مسموعين عندي في التليفون مزيان. هنا عاودت نطقت مرة وحدة اخرى بعصبية وقلت الو شكون. ولكن واخا هكاك بقى ساكت. وموراها سمعت في المكالمة واحد الصوت ديال شي راجل اللي مجهول، واللي هضر بهمس وقال لي كتسمعني. تقالت هاد الكلمة في المكالمة بواحد الطريقة اللي خلعاتني. داكشي علاش مورا ما سمعت هاد الكلمة قطعت ديريكت المكالمة وقلت مع راسي واقيلا هذا غير شي واحد بغى يضحك معايا، ولا شي برهوش كيلعب وكيصوني على النوامر عشوائيا. المهم نسيت هاد الموضوع، ولكن في لاغد ليه وفي نفس الوقت تقريبا
صونا ليا التليفون مرة أخرى، تما هزيت تليفوني باش نشوف شكون اللي كيصوني، وانا نلقاها عاوتاني نمرة انكوني. المهم جاوبت هذاك اللي كيصوني وانا معصب شي شويه، وكنت باغي نسب هذا اللي كيصوني عليا. المهم من بعد ما جاوبت قلت بعصبيه الو، والصوت اللي جاوبني هاد المره كان اوضح، كان الصوت بحال الا شي واحد اللي كان كيحبس الضحكه. المهم نطق داك الصوت في المكالمه واللي كان صوت ديال راجل. المهم قال لي جا معاك داك التريكو الكحل اللي انت لابس. هنا انا ملي قال لي داك الراجل المجهول هاد الهضره انا تجمدت في بلاصتي، حيت بالفعل كنت ديك الساعات لابس تريكو كحل وكنت في الدار. المهم مور ما قال لي داك الراجل المجهول هاد الهضره نط بالزربه وبديت كنطل من السراجم ديال الدار، حيت بديت كنحس باللي راني مراقب. المهم من بعد ما طليت من السراجم ديال الدار ما لقيت حتى شي واحد، كانت الزنقه خاويه. داكشي لاش موراها ديريكت قطعت المكالمه وطفيت كاع الضواو اللي كانوا شاعلين في الدار، وقلت مع راسي واخيلا غتكون هادي غير صدفه. ولكن في الليله الثالثه كنت رجعت للدار معطل، كنت عيان ديك الساعات وفي المود ديال النعاس، وانا غادي وقاصد الناموسيه ديالي باش نعس. بدا التليفون كيصوني عاوتاني، جبت التليفون ديالي اللي كان في جيبي وانا معصب، وملي شفت شكون اللي كيصوني لقيتها عاوتاني نمرة انكوني، وتما تخلعت وقلبي بدا كيضرب. المهم جاوبت على المكالمة وانا مخلوع، جاوبت وقلت شنو باغي مني. وفهاد المرة جاوبني صوت ديال مرا واللي قال لي ما تهربش راني قربت. هنا انا ملي سمعت هاد الشي حبست انفاسي وقلت مع راسي شنو اللي قرب اولا شكون قرب. المهم من بعد ما قالت لي داك المرة المجهولة هاد الهضرة قطعت عليا التليفون. لحد الان هادشي كامل اللي قلت لكم راه والو، حيت حتى لدابا عاد غيبدا الرعب الحقيقي. المهم كل ليله وفي نفس الوقت تقريبا التليفون ديالي كانت كتصوني فيه ديك النمره الانكوني، وفي كل مكالمه جاوبت عليها كان كيهضر معايا فيها صوت اللي مبدل. مره كنسمع ولد صغير كيهضر معايا وكيضحك، ومره كنسمع شي شيباني كيهضر معايا ويغوت ويعيط بسميتي، ومره كنسمع صوت ديال شي معزه كتهضر معايا، ومره كنسمع النباح ديال الكلب كينبح بسميتي، ومره فروج كيصحصح بسميتي. وهادشي كامل انا خلعني ورعبني بزاف. هادشي تفوق على الرعب وزاد على الرعب رعبا. وفي واحد المره ولات صونات عليا ديك النمره لانكوني، وملي جاوبتها نطق واحد الصوت دراجل مجهول واللي قال لي راك واقف قدام المرايه دابا. انا ملي داك الراجل المجهول قال لي هاد الهضره كنت غنحماق، حيت بصح ديك الساعات كنت واقف قدام المرايه. داكشي علاش هنا وبلا شك عرفت باللي راني مراقب. ولكن السؤال المطروح هو شكون هذا اللي كيراقبني، اولا شكون هادو اللي مراقبيني؟ واش زعما يكونوا الجن هما اللي كيصونيو عليا؟ لا ما نظنش.
انا هادشي ديال الجن وعالم الماورائيات ما كنآمنش به. انا كنآمن بواحد الحاجه، واللي هي المخلوق الوحيد اللي كاين فوق كوكب الارض هو الانسان. اما الجن بالنسبه ليا غتخربيق. المهم هاد البلان ديال المكالمه د لانكونو ولا تعاود شحال من مره من بعد هادشي. داكشي لاش في واحد النهار واللي هو نهار الجمعه قررت نمشي للدار ديال خالتي باش نهرب من هاد الرعب، اللي راني عايشو في هاد الدار. قلت مع راسي نمشي عند خالتي لدارها باش لعل وعسى يتكالماو هاد المكالمات د لانكونو او اللي ينساوني هادو اللي كيصونيو عليا. المهم خرجت من الدار في الصباح ديال نهار الجمعه ومشيت ديريكت للمحطه ديال الطوبيس. وملي جا الطوبيس اللي غيديني للبلاصه فين ساكنه خالتي ركبت فيه. كان الطوبيس خاوي شويه وكنت لقيت واحد البلاصه خاويه وهي اللي ركبت فيها. المهم من بعد ما ركبت في الطوبيس قلع الطوبيس، وملي كان الطوبيس غادي في الطريق بدا كيصوني ليا التليفون عاوتاني. تما جبت التليفون باش نشوف شكون اللي كيصوني، وانا نلقاها عاوتاني ديك النمره لانكوني. هاد المره النمره د لانكوني صونات عليا في الصباح على عكس العاده، حيت كانت كتصوني عليا غير بالليل. المهم من بعد ما شفت ديك النمره ديال لانكوني كتصوني عليا تجاهلتها وما بغيتش نجاوب. وملي ما بغيتش نجاوب بدات كتصوني ديك النمره د لانكوني كل خطره، تصوني وتقطع وتصوني وتقطع. واخا هادشي كامل انا والو ما بغيتش نجاوب. وملي ما بغيتش نجاوب وصلني في التليفون واحد الميساج. المهم دخلت لداك الميساج وانا نلقاه حتى هو ميساج انكوني، وكان مكتوب فيه: كتجاهلني؟ راه انا معاك دابا. انا ملي شفت هاد الميساج تخلعت بزاف وبديت كندور في راسي وكنشوف كاع الناس اللي راكبين معايا في الطوبيس. وموراها بديت كنقول في عقلي: فهاد الناس كاملين اللي في هاد الطوبيس شكون هو هذا اللي كيصوني عليا؟ واش بصح شي واحد من هاد الناس اللي معايا في الطوبيس هو اللي كيصوني عليا؟ صراحه ما عرفتش. انا هادشي خلعني بزاف وبان ليا بلي صافي الامور بدات كتخرج على السيطره. المهم بقيت هكا على هاد الحال، ومن بعد ما وصلت الطوبيس للبلاصه فين كتسكن خالتي نزلت منه ومشيت كنجري ديريكت للدار ديال خالتي. وملي وصلت ليها صونيت على خالتي في الصونيت ديال الدار، وموراها حلات لي الباب ورحبات بيا ودخلاتني. انا ملي دخلت للدار ديال خالتي حسيت بشويه ديال الامان، حيت قلت في عقلي باللي على الاقل هنا في الدار ديال خالتي ما غادي يقدر يوصل ليا حتى شي واحد. ولكن مع الاسف التوقع ديالي كان غلط، حيت في ديك الليله نيت ملي كنت بايت في الدار ديال خالتي صونا ليا التليفون عاوتاني. وملي هزيتو لقيتها عاوتاني نمرة انكونو. وانا ما بغيتش نجاوب على المكالمة، ولكن مع الاسف التليفون جاوب راسو. اين فوا شفت في ديك النمرة اللي كتصوني التليفون جاوب راسو بلا ما نجاوب انا. وملي جاوب التليفون راسو
درت ديريكت ديك الساعة التليفون في ودني وانا نسمع ها انا وصلت. وموراها ديريكت سمعت الباب ديال البيت اللي انا فيه تحل بوحدو. الباب كان ما تحلش كامل، وانما كان تحل غا شويه، يعني الباب تحل ولكن بقى مردود. وملي تحل الباب شويه حسيت بواحد البرد خفيف دخل عندي للبيت. وموراها سمعت الخطوات ديال شي حد كيتمشى، كان كيتمشى وكيقرب مني، وتما انا تجمدت في بلاصتي وبديت كنترعد بالخوف. البيت اللي كنت فيه كان مظلم فيه غا الظلام، ولكن ملي بديت كندور في عيني ونشوف مزيان بان ليا الخيال ديال شي واحد واقف حدا الناموسيه اللي كنت ناعس فيها. كانوا عينيه خارج منهم واحد الضو اللي خافت. كان كيشوف فيا داك الخيال المجهول وهو مخنزر فيا، وبقوة الخوف بقيت انا مجمد في بلاصتي وما قدرتش نتحرك ولا نهرب ولا نغوت. المهم موراها بشويه زاد قرب ليا داك الخيال، وقرب ليا بالضبط لجهة وجهي، قرب لوجهي بزاف لدرجة انني بديت كنحس بالانفاس ديالو كتخرج من نيفو وكتقيسني في وجهي. المهم مورا ما قرب داك الخيال لوجهي، او بالاحرى قرب لودني بالضبط، نطق وقال لي دابا غادي نبقى معاك، غادي نبقى معاك للابد. ملي قال لي داك الخيال المجهول هاد الهضره انا ما قديتش نصبر وانا نفقد الوعي. وعاوتاني من داك النهار كل ليله في نفس الساعه كان كيصوني ليا التليفون، كان كيصوني ليا التليفون واخا ما نكونش بوحدي، واخا نكون في وسط الناس ولا في الزحام التليفون كان كيصوني ليا، واخا نكون كاع مع الناس جالس معاهم التليفون كان كيصوني ليا، او بالاحرى ديك النمره لانكوني كانت كتصوني عليا. هنا انا ما عرفتش شنو ندير وبقيت عايش في الرعب، وكنت ديما كنسول راسي وكنقول شكون هادو، ولا هذا اللي كيصوني ليا ديما واش جيني ولا انسي، شكون هذا اللي كان دخل عليا البيت وبان ليا الخيال ديالو، واش تا هو جيني ولا انسي. وزيد عليها هضر معايا كاع وقال لي غنبقى معاك ديما وللابد. واش هذا جيني ولا انسي، وعلاش اصلا تابعيني وكيهددوني، او لا علاش اصلا داك المجهول تابعني وكيهددني. انا لحد الان مازال ما عرفتش اصلا شكون وشحال بهم كاع، واش غير واحد ولا جوج ولا ثلاثة. حيت في المكالمات ديال لانكوني كنت سمعت بزاف ديال الاصوات ديال بزاف ديال الاشخاص، ولكن اللي شفت بعيني هو خيال واحد. انا بصراحة هادشي خربقني بزاف وما بقيت فاهم والو، واش هاد التخربيق دايرينو الجنون ولا الانس. ولكن من هادشي كامل اش دخلني انا في هاد الزمر كامل؟ علاش جاي لعندي انا بالضبط؟ علاش انا بالضبط؟ ياك انا غير مسالم وما كان ادي حتى واحد؟ اش بغاو مني هادو؟ المهم بدا هادشي غادي وكيتزاد، وحتى الرعب اللي كان فيا كان غادي وكيتزاد، لدرجة انني وليت ما كنقدرش نعس في الليل. عينيا كانوا تنفخوا ولات الكحولية تحت منهم، وهادشي كامل بسبب الارهاق والنعاس اللي ما كنعسش. اما القلق والخوف كانوا نهار على نهار كيتزادوا ومني ما بغاو يبعدوا.
انا كنت كنفكر في كل دقيقه كدوز عليا، كنت كنفكر ديما، وكنفكر في كل مكالمه صوناو عليا فيها، وكنت كنفكر في كل كلمه قالوها ليا. المهم بقات ليام غاده، وكنت كل مره كنفكر وكنقول واش هادشي يقدر يكون مجرد حلم؟ واش واقيلا انا غير كنحلم؟ واش مازال غنفيق وغيحبس هادشي وغنعرف بلي هادشي كان غير حلم؟ الجواب ديال هاد السؤال كان بسيط، لا، هادشي حقيقة. انا كنحس بهادشي، يعني هادشي كيوقع ليا بصح، وهذا ماشي حلم. المهم في واحد النهار التليفون صونا عاوتاني، وملي سمعتو كيصوني هزيت التليفون، وكالعادة كانت النمرة د لانكوني هي اللي كتصوني. المهم جاوبت وقلت الو، وهاد المرة سمعت واحد الطريقة د الهضرة اللي كانت ما مألوفاش. كان الصوت اللي كيهضر معايا صوت ديال شي واحد اللي كان كيهضر بواحد الطريقة اللي في شكل، كان كيهضر وهو كيتألم، كان كيهضر بواحد الصوت اللي متقطع بحال الا راه كيموت ولا قرب يموت، وباغي يقول ليا شي حاجة قبل ما يموت. المهم كان نطق وقال لي جيت لعندك وعارف عليك كل شي، عارف عليك كل شي. انا ملي قال لي داك المجهول هاد الهضره ما فهمتش شنو بغا يقصد، وقبل ما نسولو ونقول له راني ما فهمتكش اش كتقصد، عاود نطق وقال لي ما تحاولش تهرب، انا معاك دابا، انا معاك دابا وغنبقى معاك ديما. ومورا ما قال لي داك المجهول هاد الهضره قطع عليا ديريكت التليفون، وين فوق قطع عليا التليفون حسيت باللي شي واحد من غير خالتي كاين معايا في الدار، وماشي غير حسيت وصافي، وانما كنت متأكد باللي كاين شي واحد من غير خالتي معايا في الدار. داكشي علاش جمعت الانفاس ديالي كامله وتشجعت ونطت باش نشوف شكون هذا اللي معايا في الدار. المهم خرجت من البيت ديالي وهي تبان لي الباب ديال الدار، بانت لي الباب ديال الدار كتحرك، كانت الباب مسدوده ولكن كتحل وتسد غير في بلاصتها، بحال الا شي واحد ما عندوش السارود ديال شي باب وكيحاول يفتحها، وكان حتى البواني ديال الباب كيتحرك. انا في هاد اللحظه كنت غمخلوع وكنشوف، وموراها زعمت وقصد ديك الباب ديال الدار، الباب اللي كانت كتحرك، قصدتها باش نشوف مالها ونعرف شنو كاين، وانا قاصد داك الباب بدا كيصوني ليا التليفون فجأة، وبدوري انا غير سمعت التليفون كيصوني رجعت ديريكت للبيت وهزيتو، ولقيت النمرة اللي كتصوني عليا هي ديك النمرة اللي انكوني. انا يلا هزيت التليفون وبغيت نجاوب وهي تقطع المكالمة، وين فوت تقطعت ديك المكالمة بديت كنسمع الزاج اللي في الدار كيتهرس بالجهد. تما انا ملي سمعت هادشي خرجت بالزربة من البيت، وانا نشوف الزاج ديال كاع السراجم اللي في الدار مهرس، هنا دخل معايا الرعب العروقي، وبديت كنقول في عقلي هادشي ما بقاش تهديد،
هادشي راه ولا خطير بزاف. هادي راها ماشي مجرد لعبة. هاد المكالمات المجهولة اللي كتجيني وهادشي كامل اللي كيوقع لي غادي يكون موراه شي سر اللي خطير، شي سر اللي انا مازال جاهلو وما عارفوش. هاد المجهول ولا المجهولين اللي كيلاحقوني وتابعيني انا ما عارفش واش هما واحد ولا بزاف، ولكن المهم انا غادي نهضر عليهم بصيغة الجمع وغنقول لكم باللي هما راهم عارفين عليا كلشي، عارفين كاع التحركات ديالي وعارفين كلشي عليا، عارفيني شنو كندير وشنو ما كنديرش، وعارفين شنو كنبغي وحتى شنو ما كنبغيش. المهم عارفين كلشي، حتى من الافكار ديالي عارفينهم، عارفين حتى فاش كنفكر. هادشي خطير بزاف وضروري خاصني ليه شي حل. ولكن شنو غندير؟ راه ما عندي ما ندير. اش عند الميت ما يدير قدام غسالو. المهم من بعد ما كاع الزاج ديال السراج متهرس انا بقوة الهلع والخوف رجعت كنجري للبيت وسديت الباب ديال البيت وبقيت غا واقف في البيت وانا مرعوب. وموراها بشويه بديت كنسمع الصوت ديال الباب ديال البيت كيتحل، وموراها بديت كنسمع الخطوات ديال شي واحد كيتحرك، كان كيتحرك وهو قاصد البيت اللي انا فيه. وموراها بشويه وصل داك الخيال ووقف حدا الباب ديال البيت اللي كان تحل لراسو. المهم وقف حدا داك الباب ديال البيت اللي كان تحل لراسو وبقى مجمد تما. انا كان كيبان ليا غير الخيال ديالو، وحيت كان الظلام في البيت ما كانوش كيبانوا ليا الملامح ديال الوجه، كان كيبان ليا غير الخيال بوحدو. المهم من بعد ما وقف شويه داك الخيال حدا الباب تحرك داك الخيال وبقى راجع باللور حتى اختفى وما بقاش كيبان. وإن فوا ما بقاش كيبان داك الخيال بدا كيدخل ليا للبيت واحد الريح اللي مجهد، ريح اللي كان مجهد كي شي عاصفة وكان خانز. داك الريح كانت فيه واحد الريحة اللي خانزة. انا من بعد ما عشت هاد المشهد المرعب قلبي كان كيضرب بالجهد وكان غيخرج من بلاصتو. داكشي لاش فقدت السيطرة على راسي وبديت كنجري في وسط الدار غادي جاي بالجرا. كنت كنجري بطريقة اللي هستيرية لدرجة انني انا براسي صدمت في هاد السرعة اللي كنت كنجري بيها. كنت غادي غا كنجري في وسط هاد الظلام من حيط لحيط الحيط الحيط. ومن بعد مدة طويلة وانا كنجري بديت كنسمع واحد الصوت كيصفر ليا في ودني بالجهد. وموراها حسيت براسي بحال الا تهزيت من هاد الدار، او بالاحرى تهزيت من هاد العالم وتحطيت في عالم اخر. حيت فجأة وبلا ما نحس لقيت راسي في واحد البلاصة اللي فيها واحد المساحة اللي كبيرة، وهاد البلاصة كانت كاملة كحلة ومظلمة. ومن بعد ما لقيت راسي فجأة في هاد البلاصة وفي هاد الجو المكهرب والمخربق والمرعب، سمعت عاوتاني تليفوني اللي كان في جيبي كيصوني. غي صونا تليفوني جبدتو بالزربة من جيبي وانا نلقى هذيك النمرة لانكوني
واللي غير شفتها جاوبت بالزربة وانا مرعوب. المهم جاوبت وقلت برعب الو، ومن بعد ما قلت الو جاوبني واحد الصوت راجل مجهول وقال لي غتبان ليك دابا واحد الباب كبيرة وشاعلة بالضو، غتكون بعيدة عليك شوية، انت غير تشوفها سير كتجري ليها وتخليها، وما تنساش راه الا ما مشيتيش ليها كتجري وما دخلتيش ليها غادي تموت. مورا ما قال ليا داك الراجل المجهول ولا الجني المجهول هادشي، قطع المكالمة. وإن فوا قطع المكالمة بانت ليا واحد الباب اللي الشكل ديالها كبيرة ومضوية، وكانت ديك الباب مفتوحة والضوء خارج منها. المهم انا إن فوا شفتها مشيت كنجري ليها حتى وصلت ليها، وملي وصلت ليها دخلت ليها، وإن فوا دخلت ليها فقدت الوعي. وملي فقت لقيت راسي مسكي ومربوط بالسلاسل في واحد الباياس، لقيت راسي مسكي ومربوط بالسلاسل في واحد الباياس اللي كان في واحد المستشفى، واللي غنعرف من بعد انه مستشفى ديال الامراض العقلية والنفسية. المهم وانا مربوط فوق داك الباياس اللي كاين في مستشفى الامراض العقلية والنفسية، بديت كندور في عيني وبانوا ليا جوج ديال الفرمليات جالسين في جنبي وكانوا كيشوفوا فيا بحزن. وموراها بشوية تفتح الباب ديال الغرفة اللي انا فيها، وموراها ندخل واحد طبيب نفسي واللي غير شافني نطق وقال لدوك الفرمليات مسكين واش رجع عاوتاني لدوك الهلاويس ديالو. تما جاوباتو وحده من دوك الفرمليات وقالت ليه وياه مسكين راه عايش الرعب غا مع راسو، ما عرفتش شحال قدو يبقى هكا في هاد الهلاويس، مسكين بقى فيا بزاف. المهم من بعد ما قالت الفرملية هادشي جاوبها داك الطبيب النفسي وقال ليها راه مرضى الانفصام كيعانيو مساكن بزاف مع هاد الهلاوس، وللأسف مرض الانفصام ما عندوش علاج، ولكن حنا كنحاولوا نكالميوهم بالجرعة ديال الدوايات باش يبقاو ولو شوية متحكمين في راسهم، ونقدروا نكونتروليوهم باش يبقاو ولو شوية متحكمين في راسهم وعارفين شنو كيديروا. انا ملي سمعت الفرملية والطبيب النفسي كيدويو عليا وكيقولوا عليا هادشي ما فهمت والو، وبديت كنقول بالجهد اش كندير انا هنا، وكيفاش انا مريض، كيفاش انا مريض، وعلاش انا مربوط، علاش انا مربوط في هاد الباياس، اش هادشي، اش كتخربقوا، داكشي كامل اللي وقع ليا مع هذاك المجهول ولا دوك المجهولين اللي كانوا كيصونيو عليا فين هو، واش هادشي اللي وقع معايا حقيقة ولا غير كنت كنحلم، واش هادشي حقيقة ولا راني كنت ناعس وكنحلم ودابا عاد فقت من الحلم. عافاكم جاوبوني قولوا لي اش كاين، عافاكم راني ما فهمت والو. واش بصح انا مريض بمرض الانفصام؟ قولوا لي عافاكم. واش بصح هادشي كامل اللي وقع معايا مجرد هلاوس وماشي حقيقة؟ جاوبوني وقولوا لي عافاكم راني ما فهمت والو. المهم ملي بديت كنغوت انا بالجهد وكنقول هادشي جا لعندي الطبيب النفسي وقال لي ولدي هادشي كامل اللي وقع معاك غير هلوسة، انت مريض بمرض الانفصام، وهذا المرض
كيخليك انك تبقى تشوف وتعيش شي حاجات اللي خياليه وماشي حقيقيه وما كايناش اصلا في الواقع. راه داكشي كامل اللي داز عليك ودوزتيه مجرد قصه اللي اخترعتيها في دماغك وعشتي فيها. راك كنتي كتهضر غير بوحدك ولدي، كنتي كتصوني على راسك وتجاوب راسك، كنتي كتسول راسك وتجاوب راسك، كنتي كتغوت غير بوحدك. داكشي كامل اللي دوزتيها ولدي ما وقعش في الحقيقه. القصه كامله اللي عشتيها قبيله ماشي حقيقيه، وانما هي مجرد هلوسات اللي كانت من نسج الخيال ديالك واللي اخترعتيها وعشتي فيها. اصدقائي، هاد القصه هذه هي النهايه ديالها. كنتمنى انها تكون عجباتكم. هاد القصه اللي سمعتو دابا هي قصه اللي علميه ومبنيه على علم وماشي من فراغ. بالنسبه للمرض اللي كان معنا في هاد القصه هو مرض الانفصام. مرض الانفصام هو واحد من اخطر الامراض النفسيه واللي ما عندوش علاج. المهم ما تنساوش تخليو ليا في التعليق الراي ديالكم في هاد القصه وشنو بغيتو في القصه الجايه. بالنسبه للجيم، الا كنتي مازال ما دايرهاش ديرها، واذا كنتي مازال ما تابونيتيش في القناه دير ديك ابوني، ما غتخسر والو. بالنسبه للانستغرام ديالي اللي بغاه غادي يلقى اللين ديالو في الديسكريبسيون وفي اول تعليق، ندخلوا عندي ليه. بالنسبه للقناه ديالي الثانيه غادي تلقاوها حتى هي في الديسكريبسيون. وبالنسبه للصفحه ديالي في فيسبوك اصحاب نجمه السا حتى هي غادي تلقاو اللين ديالها في الديسكريبسيون. وبالنسبه للقناه ديالي في تيك توك حتى هي غادي تلقاو اللين ديالها في الديسكريبسيون. وبالنسبه لي بلاتفورم ديجيتال اللي هما سبوتيفاي وابل بودكاست غادي تلقاو الليانات ديالهم حتى هما في الديسكريبسيون. يلا هذا ما كان اخوتي، احبكم في الله. ليله سعيده. كانت معكم قناه محمد امين ازناك. تلاقاو في القصه الجايه. تهلاو. ونعاود ليكم الحكاية والقصة كيف بدات. التاني بويا فوق الكتاف صغير نقول كلمات. نعاود ليكم الحكاية والقصة كيف بدات. التاني بويا فوق الكتاف صغير نقول كلمات. تمرك البيت وكل شي تهز. تخبيت ما بقيتش نبان. باقي صغير ما كنتش نعرف نشجع وانا فرحان. تمرك البيت وكل شي تهز. تخبيت ما بقيتش نبان. باقي صغير ما كنتش نعرف نشجع وانا فرحان. يفديك النهار بدا الامور احساس غريب يبا. حب السفر خد البعد يعمر وما تخبى. ويفديك النهار بدا الامور احساس غريب يبا. حب السفر خد البعد يعمر وما تخبى. ومشات ايام وجات ايام والعشق بدا يكبر. صوتها بين عيني حتى في المنام ما بغيك حتى القمر. ومشات ايام وجات ايام والعشق بدا يكبر. صوتها بين عيني حتى في المنام ما بغيك حتى القمر. وليلة الماتش نبات سهران ونفكر في الأيام دي بلاصي معاك في كل مكان.
والعشق رجع إدمان، نفيق في الصباح وباقي الظلام، صاكادو فوق الكتاف، كاسكت كشكول عجاج بفلام، ندي بلاصي وكاع ما نخاف. يفديك النهار بدا لامور، إحساس غريب يبا، حب السفر خد الفضاء، يعمر وما تخبى. ويفديك النهار بدا لامور، إحساس غريب يبا، حب السفر خد الفضاء، يعمر وما تخبى. ومعاك يا السفرة نعيش جوال، يا نموت يا نجيب سلام، شحال من صحابي ماتوا رجال، الحسرة على الايام. معاك يا السفرة نعيش جوال، يا نموت يا نجيب سلام، وشحال من صحابي ماتوا رجال، الحسرة على الايام. هادي غي حكاية من الحكايات، وشحال قد نعاود تفكرت الماضي واللي فات، يدي في يد الوالد وان شاء الله العشق ورثو ولدي، نتفكروا ايام زمان ويدير كيما دار بويا وجدي، عاشق للكاية. يفديك النهار بدا لامور، احساس غريب يبا، حب السفر خد الفضاء، يعمر وما تخبى. ويفديك النهار بدا لامور، احساس غريب يبا، حب السفر خد الفضاء، يعمر وما تخبى. يفديك النهار بدا لامور، احساس غريب يبا، حب السفر خد الفضاء، يعمر وما تخبى.